فلوس كهرباء 2 مليون بلس غرامه من يوم الحكم لغايه النهارده. ما فيهاش تقسيط. يا عيني هناخد الفلوس. يا عيني. وثلاثه اترفع حاجه تانية جديده ان الفلوس دي تستحق النادي الزمالك في اخر. النهارده بخصوص غرامه محمود عبد المنعم كهربا، اعلن مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب عن استلامه لقيمه مبلغ الغرامه المستحقه على محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق نادي الزمالك السابق ولاعب النادي الاهلي الحالي في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها 2,476,389 دولار. ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على إنهاء الملف بالكامل وإسدال الستار عن القضية الأشهر في الوسط الكروي بعد استلام لمبلغ الغرامة بالكامل على حساب الرسمي لنادي الزمالك اليوم الخميس. وأكد مجلس الإدارة أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا والمحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية لاختارهما بسداد الغرامة المستحقة عليه لنادي الزمالك. طبعا كل التوفيق لمجلس إدارة نادي الزمالك في الوصول للمكانة المستحقة لقيمة وعظمة نادي الزمالك.